الآن نعود إلى البيت الذي كنا نحن بصدده. قول الجزري: وأب، بعد أن قلنا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. بعد ذلك نرى وأب، أب فعل أمر من الإبانة يعني أظهر، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. سنرى هذه الأمثلة واحدا واحدا. نرى على اللوحة نبه الجزري في هذا البيت على كلمات تقرأ بالإظهار فقط، وهي أولا في يوم، وقد شرحتها منذ قليل فلا داعي للإطالة. قالوا وهم، أيضا الواو الأولى مدية لا بد من إعطائها حقها من المد، ولا تدغم في الواو بعدها مع أنهما من المتماثلين والأول ساكن، لكن حيث إن الأول كان حرف مد فلا إدغام. وما ماثلها مما الأول فيه حرف مد لئلا يزول المد بالإدغام. إذا لو سأل سائل لماذا لم تدغم الياء في الياء في قوله تعالى في يوم، أو الواو في الواو في قوله قالوا وهم، نقول لئلا يزول المد بالإدغام. المثال الثاني الذي ذكره الجزري: قل نعم، الثالث بالأحرى، قل نعم، التقاء اللام مع النون. نرى مكتوب وهو من المتقاربين. لماذا من المتقاربين؟ لأن اللام من مخرج والنون من مخرج مقارب لها. الأن، جربوا هكذا الأن. وعند الفراء والمبرد من المتجانسين. طبعا يعني كونهم لا يدغمون اللام في النون، فهذا يرجح كلام الخليل رحمه الله. ولم يدغمه أحد من القراء العشرة، يعني ما أحد بيقول قل نعم، قل نعم، ما أحد يفعلها. الحالة الثالثة من الحالات التي ذكرها الجزري بأنها بالإبانة يعني بالإظهار، يعني ما فيها إدغام، قوله تعالى فسبحه ومن الليل فسبحه. نعم، لماذا لا تدغم الحاء في الهاء؟ قال لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه. الحاء من أين أيها الإخوة؟ من وسط الحلق، والهاء من أين؟ من أقصى الحلق، فلا يدغم حرف حلقي في أدخل منه، يعني في حرف أعمق منه، لأن فيه صعوبة. قلنا دائما الأصل الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. لو قلنا فسبهه، جربوا هكذا، ومن الليل فسبهه، فسبحه، لا شك بأن الإظهار أسهل وأجمل. لكن الذي نسمعه من كثير من العامة يقولون فسبحه، يعني يفعلون العكس، وهذا شيء عجيب غريب، أنهم يدغمون الثاني في الأول، ليس الأول في طول عمر الإدغام أن ندغم الأول في الثاني. لكن نسمع من بعض العوام، لا أقول طلاب العلم، العوام، ومثلك فسبحه، ماذا فعل هذا؟ أدغم الهاء في الحاء. ولعل مبررهم الخفي الذي يعني هم يعني لا يعرفون كنهه أن الحاء يعني أقوى من الهاء، الهاء ضعيفة جدا، فيدغمون الضعيف في القوي. المهم لا يقرأ أحد من القراء بذلك، لا بحاء مشددة ولا بهاء مشددة، لا بد من بيان الحاء عند الهاء هكذا، فسبحه وإدبار النجوم. نعم. الحالة الرابعة لا، كما قال الجزري لا تزغ قلوب، وهذا في البيت لا تزغ قلوب إشارة إلى قوله تعالى لا تزغ قلوبنا. نعم، لا تزغ قلوبنا. هنا التقى الغين وهي من أدنى الحلق مع القاف، وهي من أقصى اللسان، لأن منطقة أدنى الحلق مجاورة لأقصى اللسان. لا تجربوا هكذا لا تزغ قلوبنا، فتجدون بأن مخرج الغين والقاف مخرجان متجاوران، ومع ذلك لم يدغم أحد الغين في القاف، يعني ما أحد قال لا تزغ قلوبنا أبدا، لم يدغم أحد الغين في القاف، بل لابد من إظهارها هكذا
لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، فنبين صوت الغين ثم ننتقل إلى حرف القاف. المثال الذي بعده الذي ذكره الجزري بقوله فالتقم هو إشارة إلى قوله تعالى فالتقمه الحوت. فالتقمه الحوت، هنا التقى ماذا؟ التقى لام ساكنة بعدها تاء، لكن اللام أصلية يعني لام الفعل، لام الفعل ليست لام التعريف. لام التعريف لها وضع خاص في اللام الشمسية، نحن نقول إذا التقت لام التعريف مع التاء نقول التواب مثلا، وأصلها التواب. لكن هنا فالتقمه هذه اللام أصلية من لام الفعل، فلم يروي أحد من القراء لنا أبدا إدغام هذه اللام في التاء، يعني لم يروي أحد فالتقمه الحوت أبدا، وإنما أظهرها بقوله فالتقمه الحوت، فالتقمه، وهو كما نرى على اللوحة وهو أيضا من المتقاربين وبالإظهار كذلك.